عسلامة الناس الكل، ان شاء الله تكونوا بألف خير وصحة يا ربي. اليوم باش نعملوا مع بعضنا دبارة هايلة على الاخر، اللي هي شكشوكة بشوابي بالمراحل متاعها الكل وعلى طريقتها الأصلية. يلا نبداو. اول حاجة باش ناخذ هيك شوابي، باش نقصوا على 2 باش نحي الجلدة، العظمة، الفنود، الشكارة، هيك الكحلة متاع الحبار متاعو، حاصلو كلهم ننظفهم ونحي هيك الفنود هكايا اللي جاي من طرف الذيل، نغسلهم بعد نخليهم في طنجرة على نار متوسطة حتى لين نحمرهم، ما غير لا ماء لا حتى شيء، رد بكم تعملوا الماء يتنحوا الفوائد متاعو الكل لين يولي لونه رمادي وهو ديجا باش يسيب شوية ماء. نخليهم يستقطروا ومن بعد باش نعاود ننظفهم من اول وجديد. تو باش ناخذ الطنجرة باش نرمي فيها كمية متاع زيت زيتونة، كمية باهية متاع بصل، ونخليهم نخلي البصل يذبيل شوية، وباش نزيد كمية متاع حمص ونخليهم يتقليو بالباهي بالباهي. تو في المهراس باش ناخذ شطر الثوم، كمية متاع الملح حسب الرغبة، عندي شطر مغرفة صغيرة راس حانوط ولا اللي عنده عود شركة، خاطر الشوابي القرنيط الكروفيت يحبوا راس الحانوط، وعندي شطر مغرفة تابلو كروية. باش ندقهم هكا في بعضهم باش نكمل نفوح. عندي مغرفة كبيرة فلفل احمر، ربع المغرفة كركب، وزيد ربع المغرفة فلفل اكحل، نحركهم مع بعضهم ومن بعد باش نرميهم في التقلية. تويكا ومن بعد ما ذبلتنا شوية البصل، تو باش نزيد مغرفة ونص طماطم معجونة باش نحلها في هيك البصل بالباهي بالباهي ونخليها دوب ما تطلق النكهة متاعها. تو باش نزيد ماء سخون وباش نكمل نرمي هيك اللفاحات اللي حطيتهم في المهراس، باش نخليهم يتقليو بالباهي بالباهي، ومن بعد هكايا باش نرمي الشوابي جوست هكا باش يتلف هكا بشويه باقي التقليه ويزيد يتبنى. تويكا باش نصبو كميه يعني متوسطه متاع ماء لحد ما يطيب لنا الحمص، اما الشويبي بريقل معناتها ديجا طيب حتى لين توقف على زيتها، ولهنا نرميو قرينات الفلفل. وان شاء الله تجربوها الوصفه وتعجبكم بصراحه، هيله 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 وعلى اصولها، راي هذه على اصولها. بسلامه.